كل خطوه في يومنا بنتعامل فيها في العالم ده حاليا بتلمس الداتا سنتر. داتا هي بترول العصر الحديث. ديجيتاليزيشن لايف اللي احنا عايشين فيها وهنفضل نزيد فيها، دايما بتتناسب طرديا مع زياده الداتا سنتر اللي موجود عامه. اليوزر العادي لمس ده كتير لما فيسبوك وقعت، لان اي اوتج او اي حاجه بتحصل في المشكله دي هتاثر على اللي انا حكيت لك عليه. تمام. الجزء بقى اللي احنا كنا بنتكلم عليه دلوقتي او اللي انت كنت بتسالنا عليه يا احمد، هو ايه الفرق ما بين التراديشنال داتا سنتر والاي اي داتا سنتر؟ الراك دينستي، معنى كلمه راك، الراك ده بيبقى موجود جوه، او ده الاي تي لود بتاعي. تمام. هو يعني شبه الدولاب، معدن كده بمواصفات معينه، ده اللي بيتحط فيه السيرفرات. بيبقى تقريبا الدينستي بتاعته من حوالي من 5 ل 10 كيلو وات، ممكن يوصل 15 و17 و20 كيلو وات باي ماكسيمم يعني. الكولينج بتاعه بنستخدم حاجه اسمها كراك او كراه او كونتينمنت عامه تكنولوجي، دي هشرحها قدام شويه باستفاضه. الباور سيت اب بتاعي بيجرو تقريبا من 1 ل 5 ميجا وات بير بلوك. ومعنى كلمه بلوك ان انا هو مجموعه من الراكات، بتبقى حوالي اكتر من 60 راك، بيبقى بلوك واحد ممكن ان انت تجرو ل 1 او 5 ميجا. الديزاين درايف دايما باي الافيلابيلتي والريدندنت، يعني دايما الديزاين دوت بيبقى مبني على قد ايه اللود ده بيبقى افيلبل بالنسبه لي، وقد ايه دايما في ريدندنت في الباور او ريدندنت في اللود او ريدندنت في الكوميونيكيشن، عشان خاطر يبقى دايما اللود معايا زي ما قلنا 24 باي 7. اليوتيلايزيشن بتاعته بتبقى ستيدي وبريدكتد لود، يعني تقدر ان انت تعمل ديزاين ل 20 سنه قدام، انا 25 سنه قدام، لان انت بتبقى عارف تقريبا اللود اللي انت محتاجه قد ايه عشان خاطر البيزنس بتاعك از جروث لمده 20 سنه. وده العمر الطبيعي او متوسط العمر الطبيعي لتصميم الداتا سنتر. بالنسبه بقى للاي اي داتا سنتر اللي هو موجود في 2026 بقوه كمان، ان الراك دينستي الواحد بيوصل ل 40 و130 بير الراك، والرقم ده يعني صغير جدا، هو حاليا وصلوا ل 850 كيلو وات بير راك. الكولينج بتاعه ما بيبقاش ابدا عن طريق الاير، بيبقى عن طريق الليكويد بطريقه اسمها دايركت تو تشيب، وطريقه اسمها الاميرشن. ومعنى كلمه دايركت تو تشيب، لو الناس بتاعت الاي تي عارفه ان في وحده المعالجه اللي هي الجي بي يو اللي موجوده في الاي اي، بيبقى التبريد عليها هي دايركت عن طريق انابيب ميه او انابيب ليكويد معينه بتعدي عليها، وبتعمل تبريد لكل الجي بي يوز اللي موجوده جوه وكل الكومبوننت اللي جوه بسبلاي ليكويد كولينج بانابيب صغيره جدا، والريتيرن بتاعها بيطلع على انابيب تانية برضو، السخن بتاعها بتبقى راجع ليها كريتيرن. الاميرشن كولينج ده بيبقى عباره عن زي احواض السمك الكبيره، بيتحط فيها البرد بشكل غمز في الميه، فتقنيه التبريد مختلفه تماما. وحتى الان كل الشركات الكبرى بتستخدم شركات سيرد بارتي عشان خاطر تعمل الجزء ده. الباور ستيب بتاعها، الجروث بتاعها بيبقى ان ميد، يعني بيطلع بال 100 ميجا وات، يعني البدايه بتاعته عشان خاطر يطلع جروث بيبقى لل 100 ميجا وات. الديزاين درايفر بيبقى بالباور والكولينج بالجي بي يو، يعني لازم دايما تشوف الباور اللي انت محتاجه للجي بي يو والكولينج اللي انت محتاجه للجي بي يو ايه بالظبط عشان تقدر تعمل الديزاين ده. اليوتيلايزيشن بتاعه دايما ان انت لازم تسستين السيرفيس بتاعت المكان كله نير 100%، يعني في الاي اي فاكتوري لازم دايما الجي بي يوز اللي عندك تسستين اللي موجود دلوقتي بنسبه 100% من الاوتبوت. ففكره الديزاين بتبقى مختلفه تماما في الاي اي داتا سنتر. السلايد اللي طب بعديها، اتفضل. قبل ما ننتقل برضه للسلايد اللي بعديها، كنت عايز حضرتك هي موضوع الكولينج ليه علاقه بموضوع الداتا سنترز اللي بتبقى تحت مستوى سطح البحر، والداتا سنترز اللي بتبقى فوق يعني على مستوى الارض، ولا ده توبيك تاني ملوش علاقه بالتبريد؟ بص، هو دي تقنيه من تقنيات التبريد اللي انت بتتكلم عليها، هم وصلوا ليها الصينيين بداوا ان هم يعملوا التكنولوجي دي عشان خاطر يوفروا في الكول. بص، هو اكتر حاجه بتسحب كهرباء في الداتا سنتر هي الكولينج، فعشان خاطر يوفروا شويه ابتدوا ان هم يعملوا تقنيات يبقى في حاجات داتا سنتر تحت سطح البحر. بس طبعا كل الحاجات اللي احنا بنتكلم عليها دي بيست براكتس، ما فيش حاجه فيها شفناها في دوكيمنت حتى الان مكتوبه، او حتى وايت بيبر يعني طلع بالكلام ده. بس ده ما كانش ليه علاقه بالجزء اللي انا بتكلم عليه. هو الفكره اللي انا بتكلم عليها
انا بتكلم ان في نوعين من التبريد. في نوع تبريد زي الهواء الدايركت، يعني هواء ساقع دايركت، سواء بقى ممرات هواء ساقع، ممرات هواء سخن، فري كولينج. في منه انواع كتير، ده هنتكلم عليه بعدين. وفي نوع بقى ان هو التبريد بيتم عن طريق الميه. يعني انابيب ميه، لو انت عارف الشيلرات، يعني هي اه بالظبط اه. الشيلرات ما تعتبرش ليكويد كولينج، بس هي اقرب شويه للليكويد كولينج، نفس فكره التشيلرز، بس ما بتبقاش تشيلرز، يعني ده هي. هو معامل التبديل الحراري للميه اعلى بكتير من الهواء. بالظبط بالظبط. والتقنيات حتى بتاعت الليكويد كولينج والاميشن كولينج هي لسه جديده جدا، وكل الستاندرايزيشن اللي اتكلمت عليها اتكلمت ويزن رينج، لكن وكل اللي طالع لحد دلوقتي وايت بيبر لسه لحد الان ما تحطلهاش ستاندرد. وده هو الميزه بتاعت هو المجال ده يعني. اه اتفضل. هو بالنسبه للموضوع بتاع الكولينج برضه، لو هجاوب على سؤالك يا احمد، بالنسبه ليه ايه اللي خلانا نروح اصلا للحوار الليكويد كولينج دايركت تو تشيب ده. احنا عموما في الداتا سنتر كان من اول ما ابتدى الحوار التبريد، سواء باشمهندس زي ابتز قال شيلرات او دي اكس، هواء او ميه او وات ايفر، كان لينا ليميت في التبريد. كنا اخرنا عارفين نبرد دراج بكباستي معينه. لا وصلنا للعشرة، بعد كده حاولنا نعلي الافشنسي بتاعت الموضوع، عملنا كونتينمنتس، بقينا بنعزل الهواء السخن ونعزل الهواء البارد، اعلي الافشنسي، ازود السولوشن بتاعتي. بس الفيزياء مش عارفه توصل للي وصل له الاي اي بالطرق التبريد العاديه. فكان الحل اللي وصلوا له ان احنا مش هينفع نبرد، اللي هو انا احط الاي تي وبدخل بقى بالراك وبطلع واعزل الهواء السخن او البارد. لا انا هبرد دايركت على الشيب نفسها، بحيث ان انا اعرف ابرد كميه الباور العاليه ده. حاليا هو ده ترند اصلا في العالم، واوروبا وامريكا بالذات سابقه قوي في الموضوع ده. بس هو حاليا بقى امر واقع، لان الكباستيز اللي وصل ليها الاي اي لودز ما بقتش تنفع فيزيائيا تتبرد بالطرق اللي احنا اتعودنا عليها بقالنا سنين. وهو ده التشالنجز اللي حاصله، واللي مخليه الدنيا حتى في الاستاندرزيشن بتاعت الداتا سنتر بيحاولوا يشوفوا الموضوع ده هيكون ايه البيست براكتسز فيه. لان فعلا ما فيش حاجه صريحه بتقول لك ايه افضل سيناريو، بس اللي اكيد ان احنا بقينا لازم نبرد بالطرق دي عشان نعرف نبرد كميه الباور المهوله دي. هو يعني على ذكر الموضوع ده، بس ده على سكيل صغير اللي انا هذكره. يعني الموضوع مثلا الكمبيوترز دلوقتي بقى لما حد بيجي برضه بيجمع كمبيوتر بقى فيها برضه من ضمن الحاجات اللي هي في يعني لما بيجي يجمع كمبيوتر احيانا بيبقى عنده سائل تبريد موجود في الكمبيوتر. ده لو حاجه يعني بتكونسيوم مور باور او هاي باور. فموضوع يعني التبريد اعتقد ان مش التبريد بالميه، اعتقد ان مش جديد على مسامع الناس، بس ممكن يكون جديد كتكنولوجي في الداتا سنتر. يعني احنا بقت ملموسه حتى مثلا كمان لما حد بيجي يتجمع كمبيوتر او كده بيقدر مثلا يجيب حاجه لو هو عايزها هيفي ديوتي او باور عالي، بقى فيها موضوع التبريد بالميه يعني. بالظبط بالظبط، اللي انت بتقوله ده موجود فعلا على السكيل الصغير، وفي جي بي يوز على مستوى البي سي كمان بتبقى موجوده. جيمر لما بتبقى جيمر او كده بالظبط، بالظبط. بتستهلك بس حاجه. هي بس طبعا احنا لو بنتكلم في الكريتيكاليتي بتاعت الداتا سنتر، الموضوع بيبقى اعمق من كده بكتير جدا. يعني احنا بنتكلم في الجزء ده، كل الحاجات اللي هي موجوده كلها بيست براكتس، يعني مش مفيش برضو حتى الان، إن برضو عمر الليكويد كولينج اللي موجود في الداتا سنتر لا يتعدى 3 4 سنين. ف مم. فالنيش بتاع الاي اي داتا سنتر والمجال عامه عمال يزيد بشكل رهيب جدا، والفرص فيه عماله تزيد بشكل كبير جدا. بس مهندس ابو بكر، حضرتك عندي سؤال. مثلا حضرتك بحكم ان حضرتك موجود في المملكه العربيه السعوديه، من ناحيه يعني استثمارات الشركات، هل في شركات محليه بتقدر ان هي تنفذ المشاريع دي، ولا كله مثلا استعانه بشركات اجنبيه؟ وكذلك برضو على صعيد الاستشاريين، فهل يعني حضرتك بتتكلم ان الموضوع الجديد يعتبر مثلا في الشرق الاوسط نسبيا مقارنه مثلا بالتكنولوجيا المنتشره مثلا في امريكا واوروبا والصين؟ بس عايزين نعرف من حكم خبرة حضرتك واحتكاك حضرتك مثلا بالمجال ده كشغل، فالكوادر اللي موجودة هل هي كوادر تبقى كافية ان هي تتبني عليها الرؤية بتاعت 2030 من ناحية الكوادر التنفيذية كمقاولين او كوادر استشارية كمكاتب استشارات هندسية؟ تمام. بص هو بصراحه، لو هنتكلم على الجزء بتاع الليكويد كولينج ده، هو فعلا سابق جدا في امريكا او كده.
بس هو حاليا بقى في متطلبات رهيبه ليه، وبقينا لازم غصب عننا نعمله. بس انا احكي لك، اقول لك السوق حاليا ماشي ازاي في السعوديه. هو بسبب ان هي حرفيا كان لسه اناونس الموضوع ده، ان هي الجهه رقم 2 في العالم في الاستثمار في الموضوع الداتا سنتر، وسبيشال الاي اي فاكتورز، بسبب رؤيه المملكه في الموضوع ده. وبيهمين بتليد الموضوع ده جامد، واخدين كميه واستراتيجي من الحكومه ووزاره الاتصالات هنا في السعوديه، وسي اس تي بتوفر كل المتطلبات من ارض وباور، بحيث ان احنا نعمل الموضوع ده. الموضوع ده يعني احنا حتى ونستفيد في الموضوع ده، الكابابيلتيز بتاعت الداتا سنتر. يعني هو في توجه من الدوله لتوفير الكفاءات، سواء لوكال حتى من السعوديين. وحاصل اكاديميه اسمها طويق، عامله بارتنرشيب مع اب تايم، بحيث ان هي بتوفر الكورسز والنولج الكامله بتاعت الموضوع ده. وكذلك باستقطاب المهارات، حاليا في استقطاب للمهارات القويه في الموضوع ده، لان هي فعلا نادره. حاليا في مشكله في توفر المهارات في السوق، اللي عندها النولج بحيث ان هي تترانسفير النولج ده للموضوع ده، وتنقله للخبرات اللوكال الموجوده في السوق. حاليا اللي انا شايفه على ارض الواقع في السوق، ان في استقطاب لكل الشركات. في شركات لوكال كتير جدا موجوده في السوق السعودي، بتكون انفولفد في الموضوع ده. في شركات جت من مصر، من اوروبا، من امريكا، من كل العالم ككونسلتنتس. شركات من مصر كتير دخلت السوق السعودي، بحيث ان هي تشارك لانه حاليا الصراحه في توجه رهيب، وكميه فلوس كبيره جدا بتستثمر في السوق السعودي في الموضوع ده. فده تطلب ان هو يكون في مش هتقدر توفر ده لوكال لوحده، بس في توجه ان هو يتم نقل المعرفه دي وتوحيدها على الناس لوكال. وده اللي احنا بنحاول، مبادره اصلا ان احنا حابين الناس تكون انفولفد في المنطقه بتاعتنا بالذات. دلوقتي العلم مش حكر على حد، وموجود، ولو سرشنا هنلاقي تفاصيل كامله على موضوع الليكويد كولينج والقصه دي. الفكره ان هم كانوا سابقنا بشويه في الموضوع ده، بس احنا حاليا بالتوجه اللي حاصل في المنطقه عندنا، بقينا ده امر واقع لازم نكون مستعدين ليه. لازم احنا انت يعني انت برضو موجود احمد في المملكه، وشايف ان هي بيئه يعتبر احنا بنتعامل مع ثقافات مختلفه. مالتي ناشونال، شركات مالتي ناشونال كتير قوي انفولفد في الموضوع، وبيكون كذلك ناس لوكال سواء من السوق السعودي او عرب او جنسيات انفولفد في الموضوع ده. فانا شايف ان الموضوع، او رايي الشخصي فيه، ان هو عمليه ترانسفير نولج ما بين الموضوع ده كامل. ما اقدرش اعتمد على جهه من بره لوحدها، وعلى لوكال لوحده. هو الموضوع بيكون لازم فيه ميرج ما بين نقل الخبرات، بحيث ان احنا نوصل لاحسن فاليو. برضه باشمهندس معتز يقول لي رايه في الموضوع ده لو عنده تعقيب عليه. يعني انا شايف ان احنا مش هنعرف نحقق ده حاليا فور ناو، بانك تعتمد على اللوكال بس، او الناس الاكسبيرينس الجلوبال بس. لازم يكون في ترانسفير نولج، وده اللي احنا بنحاول نعمله، ان الناس لازم تجتهد، ولازم تكون اب تو ديت بالتكنولوجيز اللي بتحصل. لازم نكون عارفين ان التطور اللي بيحصل في الداتا سنتر ده بيتطلب منك انك لو مهندس ميكانيكا ما تذاكرش بس الكولينجز العاديه، سبل الكولينج العاديه، ولا لازم تبقى اوير ايه التكنولوجيز اللي بتحصل في الداتا سنتر. انا بصراحه اكتف على لينكد ان، ناس كتير بتبعت لي، بتبقى اوبن ان هي تترانسفير النولج دي في السوق عندنا، نتكلم عن الموضوع ده. فهو ده واجب كل حد في الفيلد ده. احنا بنتكلم على فيلد بيجرو بطريقه مش طبيعيه. لازم الناس تبقى اب تو ديت. اللي هيقف، اللي مش هيذاكر، اللي مش هيحاول يطور نفسه، هيفوتوا القطر. القطر ماشي بسرعه جدا، لازم نكون مستعدين ليه. لازم نذاكر، لازم نكون انفولفد مع كل الثقافات، نكون اوير، نشوف الليتست تكنولوجي، نسمع بودكاست ويبينارز من بره، نعرف التكنولوجيز اللي عندهم. لان الموضوع احنا زمان كان دايما بيكون في جاب ما بيننا وبين اوروبا والغرب بسنين. حاليا احنا حرفيا بنجري معاهم، يعني ما بقاش في الجاب اللي كانت زي زمان دي. فانا شايف ان كله لازم يكون مستعد لده يعني. بالظبط. خليني اقول لك حتى من نطاق شغلي انا، يعني حاليا انا بري سيلز يونت هيد. وزي ما كنت حكيت قبل كده ان انا كنت ماسك البيزنس بتاع التكنيكال سبورت في الداتا سنتر فاسيلتي كهواوي ديجيتال باور. وجودها في الشرق الاوسط، وجودها في افريقيا، وجودها على مستوى باكستان حتى، ودول تانية زي اوزبكستان. كل ده كان يعني الحمد لله كنت انا ماسك التكنيكال سبورت بتاعه. الديماند بيحصل بشكل رهيب جدا. غير الموضوع النولج، خليني اقول لك ان في شركات كتيره جدا اول لما ابتدت ان هي تشتغل وتبقى ليدنج في الداتا سنتر تكنولوجي، او داتا ان هي تبقى من البيلدرز او من السوليوشنز او وات ايفر، من كتر ما البيزنس بتاعها في الداتا سنتر كبر جدا، بقى لازم ان هي تعمل زي نيو برانش موجود عندها.
الطفره اللي بتحصل دي هي نفس الطفره اللي حصلت في مجال البي تي اس، اللي هو الموبايل فونز والحاجات دي كلها. تمام. وظيفتي ان انا او أبو بكر على قد ما نقدر ان احنا نوصل النولج دي لاكبر قدر ممكن للناس اللي موجوده في الشرق الاوسط او الاماكن كورلد وايد. وده انا عامله في مجموعه من الاكاديمي اللي هي اللي انت ذكرتها في الاول. والاكاديمي دي هي هتبقى اول اكاديمي بتقدم فيري ريل سيميوليشن للستاندرد وفيري ريل سيميوليشن للاوبريشن والديزاين اللي بيبقى موجود في الداتا سنتر، عشان تفهم الناس ازاي ده الكابابيلتي والحاجات اللي موجوده في الداتا سنتر دي قد ايه مهمه وقد ايه هي بتفرق في الكوست بشكل كبير جدا. طيب، خلينا نتكلم سريعا عن التايبس بتاعت الداتا سنتر بقى. زي ما احنا اتكلمنا الفتره اللي فاتت على كل اهميه البيزنس وقد ايه هو مهم، لازم نبقى عارفين ايه التايبس بتاعتها. اول تايب الانتربرايز او الاون بريم. ده لو عند حضرتك بنك او عند حضرتك مستشفى او عندك مبنى قائم، وصاحب المكان قال لك والله انا ما ينفعش الداتا بتاعتي دي تطلع بره المكان بتاعي، فانا راجل بستخدم ديجيتاليزيشن عندي في المكان وانا مهم جدا ان انا يبقى عندي داتا سنتر في المكان. فده اسمها انتربرايز او اون بريم داتا سنتر. الكولوكيشن داتا سنتر دي ده نوع تاني من انواع الداتا سنتر. دي فكرتها بيبقى ايه بالظبط؟ لما يبقى انت عند حضرتك مجموعه من السيرفرات، انت محتاج تحط لها مكان يتوفر فيه باور ويتوفر فيه كولينج ويتوفر فيه الافيلابيلتي بتاعه ال 24 باي 7 اللي احنا كنا بنتكلم عليها. ويمكن في حته يمكن ما اتكلمناش عليها، في حاجه اسمها الاس ال اي او سيرفيس ليفل اجريمنت. السيرفيس ليفل اجريمنت دي بتقول لك والله لو حضرتك جيت حطيت الايكويبمنت بتاعتك عندي، انت لما تيجي تحطها عندي انا بقول لك والله ان الحاجه دي لازم تبقى موجوده 24 باي 7 365 في السنه، وما تقعش اكتر من مثلا 10 دقائق في السنه. فده بيوفر عليك جزء من الفلوس جدا. طبعا ده بنتكلم على الكولوكيشن داتا سنتر. الكولوكيشن داتا سنتر دي بتتأجر بالراك او بتتأجر بكيلو وات او ممكن تتأجر بقطع الارض، كأنك بتأجر بالظبط بيت في ريل استيت. بتاخد تحط الايكويبمنت بتاعتك فيه وتقدر تطلع الداتا بتاعتك منها. الكلاود والهايبر سكيل. الكلاود والهايبر سكيل ده اللي موجود على مستوى مثلا امازون. امازون اكبر مزود للكلاود هي وجوجل. ده بقى معناه ايه؟ ده معناه ان حضرتك عندك ابلكيشن او عندك مجموعه من الابلكيشنز، وانت مش عايز تشتري الاجهزه بتاعتها ومش عايز تشتري اي حاجه، فبتشتري مساحه من الكلاود وتيجي تاخد والله جوه الكلاود ده مساحه كده معينه تقدر ان انت تحط فيها الابلكيشن بتاعك وتعمل له فول راننج كامل وتبتدي تشتغل عليه لحد ما تطلعه. تمام. طبعا فكره الكلاود بيزنس بقى ينتشر في مصر بشكل رهيب جدا، ويمكن من الشركات اللي معروفه في مجال الكلاود. يمكن عندنا في مصر عندنا هواوي كلاود، عندنا اتصالات برضو مصرية اتصالات شغالة في مجال الكلاود بيزنس، رايا ار دي اتش داتا سنتر شغالة برضو في مجال الكلاود، وجي بي اكس من اكبر الشركات اللي بتعمل كلاود في مصر. وكل الابلكيشنز اللي موجودة يمكن تقريبا في مصر موجودة على كلاود بيست، مش موجودة از داتا سنتر. الايدج داتا سنتر بتبقى موجوده اكتر في الاماكن اللي بترتبط بيها الكلاود او الكلاود داتا سنتر. الايدج دي مجرد ان هي زي سمول تشانل بتبقى موجوده ما بين البروفايدر والراجل اللي بيستخدم الكلاود. بمعنى ايه؟ بمعنى مثلا لو انت عندك كلاود سيرفيس موجوده في القاهره مثلا، وانت قررت ان انت تاخد نفس الكلاود سيرفيس دي تحطها في السعوديه، بس انت عندك عدد من اليوزر قليلين مش كبار، فمش محتاج تمد كابل بحري كامل لحد هناك. لكن انت بتعمل ايدج داتا سنتر او سمول داتا سنتر، والسمول داتا سنتر دي بتبقى متصله بالكلاود من الناحيه الثانيه، بتقدر ان انت تاكسس في الفول كلاود من الناحيه الثانيه، او بتحتاج اكتر في الجزء اللي هو ليه علاقه بالتليكوميونيكيشن بزنس. الموديولر والكونتينر ده او البري فابريكيتد داتا سنتر. طبعا كل الداتا سنترز عشان خاطر تبنيها بتحتاج وقت كبير جدا ومجهود كبير جدا، سواء في الكونستراكشن والتصاريح وكل الحاجات دي كلها. فاصبح دلوقتي ان انت ممكن تعمل حاجه اسمها بري فابريكيتد داتا سنتر، يعني المصنع زي شركات كبيره زي شنايدر وهواوي وفيرتيف وايتون تقدر تعمل لك داتا سنتر كامله تتحط في كونتينر وتوصلها لك لحد المكان ده. طبعا المشاريع اللي زي دي
ممكن توصل للهايبر سكيل بانفستمنت ضخم جدا يعني. واخر نوع اللي هو الاي اي فاكتوري اللي انا كنت بتكلم عليه من شويه، اللي هي بتطلع لك توكنز. طبعا الاستخدام بتاع الباور والكولينج بتاعها مختلف شويه. وكل ما في تطور بيحصل مع التكنولوجي والديجitalization، كل ما في مجموعه من الداتا سنترز اكتر هتبتدي ان هي تطلع يعني.